وهنجيب المج بتاعنا اللي هو من ايام الفراعنه لانه عليه تعويذه سحريه. اوكي. هاي جايز، يا رب النهارده يكون يوم مليان امل وفرحه وسعاده، والاهم من ده كله ضحكه حلوه طالعه من القلب. النهارده الفيديو زي ما قراته في العنوان هو مشروب الصراحه. هو انا البنت الوحيده اللي لما بتعمل شعرها يعني بتكويه او بتعمله استشوار او كده يعني بحس ان شعري هايش. يعني كل الناس بتعمل شعرها بشوفهم في الفيديوهات شعرهم كده ما شاء الله ستريت كده، وانا شعري ايا كان. ندخل في موضوع الفيديو. الموضوع طالما بيوصل يعني طالما انت قول سؤال تاني. ساعات بحس ان انا بدخلكم في تفاصيل انتوا مالكوش علاقه بيها، هو مش ساعات هو كتير، بس ايا كان ندخل في موضوع الفيديو. عمركم تخيلتوا ان انتوا بتقولوا الصراحه او بتتكلموا من غير فلتر؟ انه مش دايما يعني. بصوا الصراحه كلنا عارفين ان احنا ساعات كتير قوي بنتكلم وبنقول كلام بنجامل فيه. ممكن نكون بنجامل عشان الشخص ده مثلا قريب مننا فما ينفعش نزعله، ممكن يكون بنجامل علشان الشخص ده كبير في السن فما ينفعش نتكلم معاه. فبس عمركم فكرتوا في يوم من الايام او تخيلتوا فكره، انا عارفه ان احنا تخيلنا عايز جملة مفيدة كلنا ان احنا ما يبقاش في فلتر في كلامنا، ان احنا نقعد نتكلم ونطلع كل اللي في قلبنا من غير اي فلتر او من غير ما نحس ان في حاجه غلط، لانه كلنا هنبقى بنتكلم بكل صراحه. انا تخيلت وقلت ليه ما اعملش فيديو عن الموضوع ده. فالنهارده هنعمل ايه؟ المج بتاعنا اللي هو من ايام الفراعنه، انه في واحده فرعونيه اديتهولنا. اوكي، هنجيب المج بتاعنا اللي احنا فاحنا اللي هنعمله هنجيب المج بتاعنا اللي هو من ايام الفراعنه لانه عليه تعويذه سحريه، تعويذه الصراحه. ايا كان هنجيب كمان الازازه بتاعتنا اللي فيها المشروب السحري. هنعمل ايه؟ كنا هناخد وقت كتير. ثانيه، تخيلين ان الازازه دي والله العظيم موجوده من امبارح في التلاجة وما شربتش منها. ده معناه ايه؟ ان انا كليتي هتدعي عليا. اوكي كده اسرع. وهنقفل الازازه بتاعتنا وهنحافظ عليها جدا لانه مش عارفه اصلا لو في حد لسه في الفيديو. وهنا بقى خلاص بعد ما عملنا كل الخطوات هنستنى المشروب مفعوله يبدأ. 10 seconds later. ايه ده يا مالك، شكلك زعلان قوي النهارده، ايه اللي حصل؟ انا لا يعني هو اللي حصل انه امبارح بابا وماما اتخانقوا مع بعض، وبابا بقى يعني فضل يتخانق مع ماما كتير قوي وصوتنا كان عالي جدا، وفضلنا نتكلم ونعلي صوتنا والجيران حتى سمعوا وراحوا نادونا. واللي حصل ان انا فضلت نايمه، وبعد ما نمت كانت اختي فضلت تكلمني يعني وتقول لي اصحي اصحي، بس انا خلاص بقى كنت اكتئبت وما كنتش عايزه اصحى. فبعد ما يعني هما صحوني بقى غصب عني وقالوا لي، ويعني فضلوا يزعقوا لي وكده وقالوا لي ان انا اختي عملت بيبي على نفسها. فرحت قلت لهم انا مالي، هو انا قلت لها تعمل بيبي على نفسها؟ راحوا قالوا لي انه انا السبب علشان هي فضلت تصحيني عشان افتح لها نور الحمام وانا مرضتش. وبعدها اللي حصل ان احنا قررنا نتصالح ونقعد كعيله سعيده على الاكل. وبعد ما قعدنا وتصالحنا وقعدنا كعيله سعيده على الاكل، اللي حصل ان اخويا اتخانق مع اخويا التاني، و يعني اخويا الاولاني اللي هو الصغير راح كب طبق الشورته في راس اخويا التاني اللي هو الكبير. انت بتتكلم جد؟ لا حول ولا قوة الا بالله. فبعد ما حصل كده بابا اتعصب راح قام ومشي من البيت، وحاليا يعني هو لسه راجع في البيت. ورحت بقى على طول يعني عشان يعني اخرج من اللي انا فيه ده، رحت نزلت يعني وجيت هنا المدرسه فعشان انا عندي امتحان. بس انا كنتش عندي امتحان، كنت فضلت قاعده في البيت ونايمه. كويسه ولا ايه؟ شكلها اتجننت.
المستر شرح، انا مش فاهمه منه اي حاجه يعني. معلش يعني يا مستر، انا مش فاهمه اي حاجه. انا كل اللي فاهماه ان حضرتك بتقرا اللي في الكتاب. ما انا حاولت اذاكر الماده دي لوحدي جوه البيت وما فهمتش حاجه، لانه حضرتك بتقول مصطلحات انا مش فاهماها. يعني انا بص يا مستر، انا مش فاهمه اي حاجه خالص. يعني حضرتك لو مش هتشرح، حضرتك ايه اللي جابك يعني المدرسه؟ يعني انا استفدت ايه؟ والنبي؟ يعني ابقى قاعده كمان وصاحي غصب عني وفي البيت متخانقين وانا برضو اجي ولا لا لا معلش يا مستر، انا مش فاهمه. ما قلتش ليه ان انا مش فاهمه؟ ما انا حضرتك لما بقول لحضرتك اللي انا مش فاهمه، اللي حصل ان انت بتقولي ان انا ما كنتش مركزه، مع ان انا مركزه. انت ايه حضرتك عرفك انا مركزه ولا مش مركزه؟ المصطلحات دي حضرتك بص ادي الكتاب ماشي، اوكي، ادي الكتاب ده نفس اللي انت بتقوله. يعني انا استفدت ايه؟ اروح عند المدير كمان المدير اصلا يعني ما بيعملش اي حاجه هو كمان. يلا 10 seconds later. انا يا ماما انا اتطردت، خدت فصل اسبوع واتمنعت من الامتحانات. انا مش عارفه كل ده اللي بيحصل لي، يعني انا مش عارفه ايه السبب. فاحنا اللي هنعمله هنجيب المج بتاعنا اللي هو من ايام الفراعنه، لانه عليه تعويذه سحريه، تعويذه الصراحه. يا ماما انا كمان فضحتنا، والله العظيم فضحتنا، ورحت قلت لصاحبتي اللي احنا اتخانقنا وان اخويا كب طبق الشوربه في وش اخويا. والله انا مش عارفه انا بعمل كده يا ربي. طيب طب ليه المشكله دي والنبي؟ انا ما عملتش حاجه، انا بس قلت للمستر ان انا ما فهمش منه حاجه وان هو بس بيقرا من الكتاب. ما يجيش البيت خلاص انا هروح اتغدى باي. نورة بقول لك ايه يا حبيبتي، انا سمعت ان انتي بتقولي عليا كلام وحش. انا بس عايزه اقول لك على حاجه. انا اصلا لما اعوز يا حبيبتي هو انت نسيتي نفسك ولا ايه؟ انت فتانه، انت بتنقلي كلام. انا لما بعوز اعرف حد معلومه عني بروح اقول لك انت، عشان عارفه ان انت هتوصلي معلومات. حبيبتي انت عارفه مسمينك ايه في المدرسه؟ الميكروفون. مصارك يا حبيبتي، مصارك يا حبيبتي، يعني ما تحرقي، بعيد عني. لا انا مستحملاكي بس عشان انت اصلا اذاكي ده بعيد عني. لما اذاكي ده بقى يجي لي انا، لا مش هحصل كده. بقول لك ايه يا بنتي هو انت ما سمعتيش اللي انا قلته من شويه؟ بقول لك ان انت بالنسبه لي نقالة كلام. انا اصلا واحده مش بايعه على حاجه، انا واحده اتفصلت من المدرسه اسبوع واتمنعت من دخول الامتحان. امي طرداني من البيت، فضحت العيله الكريمه ورحت في 60 داهيه، ودلوقتي ايه المشكله لما اخسرك يعني؟ تمام عرفتوا طبعا انا حصل لي ايه لما خدت من مشروب الصراحه، وحقيقي حصل لي حاجات وحشه كتير جدا. مش دايما المفروض نقول الصراحه. كنت حاسه ان انا عايزه اعمل شخصيات اكتر وكده، بس في اصوات كتير قوي وانا مش عايزه ازعجكم حواليا يعني. كده نبقى وصلنا لنهايه الفيديو. فلو عجبك الفيديو يا ريت تشتركوا في القناه وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل الفيديوهات الجايه، وكمان تكتبوا تحت كومنت لطيف عن الفيديو، واكتبوا لي تحت لو عايزيني مثلا اعمل شخصيات تانية، او عايزيني اعمل او اتكلم، يعني مثلا في فكره كده في دماغكم وعايزيني اتكلم عنها واجسدها، واكتبوا لي تحت في الكومنت وبس.